في حياتنا بنخبي حاجات عشان نحمي اللي بنحبهم، بس ساعات الحاجة اللي بنخبيها هي اللي بتكسرنا. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة عن ست خبت سر 5 سنين، ولما عرفوا جوزها طلقها واتجوز تانية، وعاش مع اللي كانت السبب في خراب حياته. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص. أهلاً يا أحبابي، معاكم نرمين عادل في حكاية جديدة من حكايات البيوت. القصة دي بعت لي إياها راجل صوته كان متعب، قال لي يا ريت تحكيها عشان كل راجل ما يحكمش على مراته من الظاهر، وعشان كل ست تعرف إن الصدق أرحم من السر. غيرت الأسامي وخلونا نسمي بطلة القصة ريم، وجوزها كريم. ريم بنت في 25، من بيت محترم، هادية ومؤدبة ومحبوبة من كل اللي حواليها. بس ريم كانت شايلة سر. من وهي صغيرة الدكاترة قالوا لها إن عندها مرض ممكن يمنعها من الإنجاب. أمها كانت بتقول لها يا بنتي ما تقوليش لحد ما تتجوزي، وبعدين ربنا كريم يمكن يحصل معجزة. ريم كبرت والسر كبر معاها. في يوم كريم ابن خالتها تقدم لها. كريم راجل طيب بيشتغل مهندس وبيحبها من زمان. ريم كانت بتحبه بس خافت تقوله الحقيقة. راحت لأمها وقالت لها يا أمي لو قلت له هيرفض، أعمل إيه؟ أمها فكرت شوية وقالت يا بنتي اسكتي، وبعد الجواز ربنا هيحلها. ريم اتجوزت كريم والسر لسه مدفون في قلبها. السنة الأولى كانت حلوة. كريم كان بيحبها جداً وبيدلعها وبيقول لها يا ريم أنا مستني نتفرج على عيلنا الصغير، ولاد وبنات يجروا في البيت. ريم كانت بتبتسم وقلبها بينقطف. فاتت سنة وما حصلش حاجة. كريم قال لها يا حبيبتي ما تقلقيش، الموضوع لسه بدري. فاتت سنة تانية وتالتة. كريم بدأ يقلق. يا ريم لازم نروح دكتور نشوف فيه إيه. ريم اتلخبطت. يا كريم أنا رحت دكتورة قالت لي مفيش حاجة، أصبر شوية كمان. كانت بتكذب عشان تأجل اليوم اللي هتتفضح فيه. فاتت سنة رابعة. أم كريم بدأت تتدخل. يا كريم 4 سنين وما خلفتش، لازم تعرف فيها إيه، ولو ما عندهاش طلقها وأنا هجيب لك بنت تانية. كريم قال لأمه يا أمي أنا بحبها ما هطلقهاش. بس الكلام فضل في عقله. في يوم كريم راح البيت من غير ما يقول لها. دخل أوضة النوم ولقى ملف طبي ساقط من شنطتها. فضوله غلب عليه، فتح الملف وقرأ تقرير طبي سنة 2010. المريضة ريم تعاني من مرض ممكن يمنع الإنجاب نهائياً. كريم سقط على السرير. 2010 دي قبل الجواز ب8 سنين، يعني هي كانت عارفة وما قالتش. ريم دخلت الأوضة ولقيته ماسك الملف. اتجمدت في مكانها. كريم أنا. كريم قام وعينه دمعة. 5 سنين يا ريم، 5 سنين وأنا عايش على وهم. بتكدبي عليا ليه ما قلتيش من الأول؟ ريم قعدت تعيط. يا كريم أنا كنت خايفة تسيبني. أنا كنت بحبك ولسه بحبك، سامحني. كريم ما كانش قادر يبصلها. الكذب يا ريم أصعب من المرض. أنا كنت ممكن أتقبل أي حاجة إلا إنك تخدعيني. ومشي من الأوضة. بعد أسبوع كريم طلق ريم. ريم رجعت بيت أهلها مكسورة ومش قادرة تشوف الشمس. أم كريم فرحت. الحمد لله ربنا خلصك منها. أنا عندي بنت اسمها ليلى، صديقة بنت خالتي، بنت حلال ومتربية كويس. كريم ما كانش متحمس، بس كان متعب وعايز ينسى. اتجوز ليلى بعد 6 شهور. ليلى طلعت غير اللي أمه قالت عليها. من أول شهر بدأت تطلب فلوس. يا كريم البيت ده ما يصلحش، عايزة شقة في كومباوند، عربيتك قديمة عايزة جديدة، هدومي لازم تتجدد كل شهر.
كريم صرف كل اللي معاه عشان يرضيها. فاتت سنة، ليلى حملت وكريم فرح، بس الفرحة ما كملتش. اكتشف إن ليلى كانت على علاقة بزميل في شغلها من قبل ما تتجوز، والولد اللي حملت بيه مش منه. كريم بعد ما اكتشف خيانة ليلى طلقها. رجع بيت أمه مكسور وحاسس إن الدنيا سقطت عليه. في يوم كان قاعد قدام البيت، لقى ابن جاره القديم، سلمه، وفي الكلام الجار قال له: يا كريم، ريم طليقتك اتجوزت من سنة، راجل أكبر منها، أرمل عنده ولدين، هي بترعى أولاده وكأنها أمهم، الولاد بيحبوها وراجلها بيقدرها، ربنا عوضها خير. كريم حس بحاجة ما تحستش قبل كده. راح بيته، دخل أوضته وفتح الدرج القديم، لقى صورة قديمة لريم يوم فرحهم. قعد يبص لها وعيونه دمعة. يا ريم، أنا كنت غبي، انتي كنتي بتحبيني وخبيتي السر عشان ما تخسرينيش، وأنا اللي خسرتك عشان حاجة ربنا كان ممكن يحلها لو كنت صبرت. راح لأمه: يا أمي، لو كنت صبرت على ريم كنت لقيت أصدق ست في حياتي، هي كانت بتكذب عشان خايفة مش عشان تأذيني، وأنا اتجوزت ليلى اللي بتحبني قدامك وبتلف عليا ورا ظهرك، دي الحقيقة. أم كريم سكتت، ما لقيتش حاجة تقولها. يا جماعة، ربنا قال في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا قال يمكن تكرهوا حاجة وتكون خير ليكم، ويمكن تحبوا حاجة وتكون شر ليكم. كريم كره ريم عشان كدبت، وحب ليلى عشان ظهرت كاملة، والنتيجة إن ريم كانت الخير وليلى كانت الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. الخلق أهم من الشكل، والدين أهم من المظهر. ويا بنات، الصدق أرحم من السر. لو عندك حاجة قوليها قبل ما تتجوزي، اللي يقبلك هيقبلك بحالك، واللي يرفض ما كانش ليكي من الأصل. ويا شباب، لما الست تخبي حاجة اسأل نفسك: هي خبت عشان تأذيني ولا عشان خايفة تخسرني؟ الفرق بين السؤالين هو الفرق بين بيت يستمر وبيت يتهد. يا أحبابي، كل واحد فينا عنده سر، بس السر اللي بيتأجل بيكبر ويبقى أصعب. فكروا قبل ما تخبوا، وفكروا قبل ما تحكموا. فكر معايا، هل تعرف حد خبى سر عن جوزه أو مراته وندم؟ سيب لي كومنت واحكي لي. ولو القصة لمستك، لايك واشتراك وجرس، وشيرها مع أي حد ممكن يكون على وشك ياخد قرار على ظاهر مش حقيقة. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص.